قلبي في موقف مهيب صار في المملكة العربية السعودية قبل يومين، صح ولا لا؟ وعارفينه ما يحتاج نذكر. في من جاء وتأثر بك ومسح قدامي كل شيء، قدامي من مشاهيركم التابعون، وفي من جاء وسلم علي وريحة الشراب في فمه كأنها ألا مبالاة. لكن الموقف المهيب يوم غسلنا الجنازة قالوا أمه جات بتسلم عليه. أنا هنا أوقف عند شيء اسمه أم، وأوقف عند شيء اسمه صديق. خويك لا يخلي سبب دعاوي أمهات الناس عليك. الرجال تاب، حفظ القرآن، اعتمر في رمضان، زانت أموره، ما له أسبوعين موظف، لكن ما خلوه. رجل باقي خايف، صلى الفجر في جماعة، لكن قالوا لي يا رجال تعال، ما هي بضارة، شوطين بس. اللي عززوا له قالوا له قدام، فتحوا الباب عليه شافوا رجل بس لحالها، الرجال موفي تحت السيارة، سكروا الباب انحاشوا. هذا تسميه خوي؟ هذا تعده من أخوياك؟ والله مو بخوي. خوي خذها قاعدة في حياتك، خوي ما يقربك لله مو بخوي. خوي ما يقربك لله مو بخوي. غسلناه كفناه، طلعنا الوجه، قالوا أمه وخواته جايين يسلمون عليه. طلعنا لهم، قلت يا فلان هدها لك، قال ابشر. أول ما شافت أمه ما قدرت تتمالك الوضع، مسكته قدامنا قاعدة تبوس فيه. قالت يا فلان رحت وخليتني، قالت يا فلان رحت وخليتني، حسبي الله على من كان السبب. يا شينا يا أخي، أم تدعي عليك يا أخي، وش بيكون موقفك؟ بل الشخص اللي تدعي عليه الأم في نفس اليوم فل سكران. يا أخي كيف تبي الحياة؟ كيف تبي الراحة؟ كيف تبي السعادة وأنت عاصي لله جل جلاله؟ الله أعطاك بصر حرم غيرك، الله أعطاك سمع حرم غيرك، الله أعطاك رجول حرم غيرك، الله أعطاك أذاني حرم غيرك، الله أعطاك يدين حرم غيرك يتمنى هذا الجسد السليم المعافى عشان يسجد لله. ثم قالت حسبي الله على من كان السبب، كنت أبغى أفرح في زواجك. مو بقهر. حنا ننغبن، هذا شيء بين الذكرت الشباب، معليش حقين حب الورعين والبنات، تنغبن لما يفرقون بين حبيب وحبيبه محبة غير لله عز وجل، صح؟ تنغبن إذا فرقوا بين حبيب وحبيبه مع أنها المحبة ميب لله. ليش تفرق بين حبيب وأمه؟ صح يومه ما نقول شيء. ليش تكون سبب أنت في وفاة شخص ترك كل شيء وقال لكم أنا تايب لله فكوني شركم؟ الدور جاي لنا. وينهم يوم مات ما شفنا إلا 10 مدري 12 وله صولات في مواكب الهجولة، وينهم ما لقيناهم؟ واحد راسله يقول مشغول تدل الناس المكان يذكر فيه الله، يكون سبب في هدايته أو يكون سبب في أجر خويك اللي مات.